ليالي لبنان بطريقة تقديم مميزة بتناسب جمعات رمضان. قبل ما نبدأ بعمل كب كيك ليالي لبنان، إذا كنتوا لسه مو مشتركين بقناتي مطبخ إسراء كيتشن 1 يا ريت تشتركوا فضلا وليس أمرا، وما تنسوا تفعلوا زر الجرس. كالعادة المكونات بتلاقوها مكتوبة قدامكم على الشاشة لحتى يسهل عليكم الاحتفاظ فيها. أول شي خلونا نحضر القطر أو الشيرة. بطنجرة على البارد راح أحط 3 كاسات من السكر، راح نعمل هون قطر متوسط الكثافة. عيروا بنفس الكاس، أنا استخدمت الكاس المعياري سعة 250 ملي. حطيت 3 كاسات سكر وكاستين من المي وبحركهن على البارد. بحاول إني أذوب السكر من على الأطراف قدر الإمكان. بعدين راح أحط الطنجرة على نار عالية وبترك القطر لحتى يغلي. بس أشوف إن السكر كله ذاب، بياخد معي تقريبا من 7 دقايق ل10 دقايق. بحط ربع معلقة صغيرة من ملح الليمون وبتركهن يغلوا تقريبا 3 ل4 دقايق. وبعدين راح أطفي النار وأحط معلقتين كبار ماء زهر وأترك القطر على جنب لحتى يبرد بحرارة المطبخ. هلأ شوفوا شو راح نعمل للقاعدة اللي هي الكب كيك. استخدمت عجينة الفيلو. هلأ أول مرة عملتها استخدمت العجينة الرقيقة تكون خاصة للحلويات. تاني مرة ما لقيت بالسوبر ماركت استخدمت السميكة. راح أقلكم بالفيديو أي وحدة عطتني نتيجة أحسن. مثل ما انكم شايفين هلأ العجينة هون راح أخذ نصها، بس راح أقسم نص العجينة. نص العجينة مثل ما انكم شايفين قسمتها لقسمين لمستطيلين. راح أضب هذا النص الثاني من العجينة أرجعه على الفريزر. هلأ راح أقسم العجينة لمربعات. تقريبا هون 10 ب10 سنتي. هون على حسب حجم صينية الكب كيك اللي راح تخبزوا فيها. ماشي. هلأ شوفوا هاي العجينة ما شاء الله يعني كمية وفيرة. طبعا العجينة لازم تضل مغطية، يا بتحطوها بمنشفة رطبة أو بكيس نايلون بتضل ملفوفة منيح. وعندي سمنة مع زبدة، حطيت نص كاسة زبدة مع نص كاسة سمنة مذابة. رح أدهن صينية الكب كيك. ماشي. هلأ رح أبدأ أعمل قاعدة الكب كيك. رح أخذ من هاي المربعات اللي قسمتها ورح أحط 5 طبقات. بين كل طبقة والتانية راح أدهن مسحة خفيفة من خليط السمنة مع الزبدة. طبعا ممكن تستخدموا سمنة لحالها، بس أنا بلاقي هيك السمنة مع الزبدة بيعطي طعم أخف. هون مثل ما قلت حطيت 5 طبقات. لما عملت بالعجينة الرقيقة حطيت 6 طبقات. هي لأنها سميكة ممكن تحطوا 5 أو 4، أنا استخدمت 5 ولقيتها بتعطي نتيجة ممتازة. هلأ بعد ما أخلص دهن الطبقات باخد العجينة وبحطها بصينية الكب كيك. والصينية رح أفوتها على فرن محمى مسبقا على درجة حرارة 180. فرني بيشتغل من فوق وتحت مع بعض. تاخد معكم تقريبا من 5 ل7 دقايق، ما بدها وقت كتير. المهم إنها تحمر، بدكم تضلوا عم بتراقبوها. وهلأ رح أترك هي العجينة لحتى تبرد بحرارة المطبخ. بهي الأثناء بدنا نحضر لليالي لبنان. هلأ بطنجرة على البارد رح أحط 4 كاسات من الحليب. طبعا منعير بنفس الكاسة. وراح أحط بعدين 3/4 الكاسة من السميد الوسط، هي نص كاسة وهي ربع كاسة، صاروا 3/4 الكاسة. وهي نص كاسة سكر، بتقللوا بتكتروا حسب الرغبة. هون دقيت 6 حبات مستكة مع معلقة صغيرة من السكر. بحركهن على البارد وبحطهن بعدين على نار قوي وبضل عم بحرك لحتى يغلي المزيج و... ويتقل الخليط. وبعدين بهدي النار شوي، بضل عم بحرك 3 ل4 دقايق لحتى تفتح حبة السميد وتستوي. بعدين بطفي النار وبحط معلقتين كبار من ماء الزهر، ممكن تحطوا ماء ورد حسب الرغبة. بحركهم وهلأ بقيم الخليط بتركه شوي على جنب لحتى يبرد. وبعدين بصب ليالي لبنان بقلب كب كيك البقلاوة. بعد ما عبيت كل قوالب الكب كيك بترك الصينية لحتى تبرد ليالي لبنان بحرارة المطبخ. والتزيين رح يكون بقشطة القيمر. استخدمت كيس الحلواني، ممكن تخلطوه مع القيمر دريم ويب بودرة بيعطي كمان طعمة طيبة. التزيين زينت بالورد المحمدي وبالفستق الحلبي. وشوفوا شكلها ما أحلى. والعجينة السميكة عطتني نتيجة أحسن. ليش؟ لأنها ما بتدش بسرعة، بتضل محافظة على القرمشة وقت أطول. وهي شكلها من جوا وطعمتها عن جد ولا أشهى. والليالي لبنان اللي زادت عندي حطيتها بكاسات التقديم. ووقت التقديم كل حدا بيحط قطر على حسب الرغبة. هي كانت كل وصفتنا لليوم. بتمنى انكم تكونوا حبيتوها، ويا ريت تجربوها وتشاركوني تطبيقاتكم على صفحتي على الفيسبوك او على الانستغرام. شكرا كثير للمتابعة، واستنوني ان شاء الله بفيديوهات جديدة.